حفل يصل سفير خادم الحرمين دكتور عبد العزيز الزرقابي مع مفتي الجمهورية أحمد المرابط مع سفير موريتانيا في المملكة العربية السعودية. صر السفير السعودي انه يجيبوا معه. ممثل الضاحي الاستاذ عبد العزيز. تفضل سيد مصور الاستاذ عبد العزيز الزرقابي يصل. مفتي سماحة المفتي مسؤولين عن احنا ممثلين المشروع ان شاء الله ومن الهيئة الملكية. ما شاء الله اهلا وسهلا كثر الله بكم. شرفنا بكم. هذا مشروع اللي فاد من الاضاحي. ما شاء الله هي بأول فائدة هذا من الفوائد العظيمة. الله يكتب أجركم ويبارك فيكم. لا يفتحوا كونتينر اللي فيها لحوم إشراف سفير خادم الحرمين دكتور عبد العزيز الزرقابي مع الوفد السعودي حاضر. فتحوا هذه اللحوم الجيرة لحوم الأضاحي الهدية من المملكة العربية السعودية. افتح الكيس. افتح له الكيس. خلي واحد تمام الحمد لله. هذا 10,000 ذبيحة لله الحمد لله والأضاحي. وهذا أحد ثمرات التعاون بين الشعبين الشقيقين، ونسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين وخاصة بها الشعب الموريتاني الشقيق. ونشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على هذه المبادرات، وليس بالمستغرب من قيادتنا الرشيدة وهي تسمى منطقة الإنسانية. الشعب الموريتاني الشقيق له حظوة له مكانة لدى قيادتنا ولله الحمد، ولدى الشعب السعودي أيضا. ولا ننسى أئمتها ومشايختها عندما قدموا إلى المملكة العربية السعودية ولا زالوا، وننهل من علمهم الطيب. هذه أحد ثمرات التعاون إن شاء الله. حيكون في قادم الأيام أيضا في من المساعدات ومن الخيرات، وهذه زي ما أنتم شايفين الحمد لله جاي مغلفة من المملكة العربية السعودية، مغلفة تغليف جيد، وحتكون الحكومة الموريتانية مسؤولة عن تقسيمها إن شاء الله. شكرا الله بالمساعدة. بارك الله فيكم. صاحب القلب من يتكلم؟ ولا تعطوا ظهوركم من هذا خشعة ولاية ونبي كلمة من سماحة المفتي. كلمة سماحة المفتي هنا. والله يفضل من لحوم هدية من المملكة العربية السعودية لموريتانيا. طبعا هذا الحفل يرأسه سفير خادم الحرمين الشريفين دكتور عبد العزيز الزرقابي مع ممثلين مؤسسة الأضاحي محمد بن سلمان ومحمد بن إبراهيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في هذه المناسبة السعيدة والتي ليس المستغرب أن تكون خادم الحرمين الشريفين أرفع اسم آيات الشكر والتقدير تلقى مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على هذه المبادرة الكريمة للشعب الموريتاني والشقيق، وليس المستغرب كما تشاهدون. هذه ثمرات
ثمرات التعاون بين الشعبين الشقيقين في ظل حكومتين وقيادتين رشيدتين، خادم الحرمين الشريفين وأخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وكما تشاهدون أن لحوم الأضاحي هذه وهي إحدى ثمرات التعاون بين الشعبين الشقيقين، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بها ولما وصل بها، وأن يجعل أجرها وثوابها للقيادة الرشيدة لما تبذله من مسائل خيرة في خدمة الإسلام والمسلمين. وكما نتقدم بالشكر الجزيل للأخوة الموريتانيين على مبادرتهم وتسهيل هذه المهمة، وشكرا. بارك الله. الآن كلمة المفتي جمهورية أحمد ولا مرابط بهذه المناسبة. تذكرون هذه 10,000 ذبيحة هدية من المملكة العربية السعودية للشعب الموريتاني. وعلى آله وصحبه المهتدى. أما بعد، فقد كان لي الشرف حقيقة أن أصحاب سعادة سبيل المملكة العربية بلدنا دكتور عبد الله الرقابي، وسعادة سفيرنا في المملكة العربية السعودية المختار الفجاهي. حقيقة كنا قبل هذا في ملتقى إسلامي، وعرض علينا سعادة السفير أن نصعده إلى حضور هذا الاستلام، على أننا نحن على ثقة من ولاة أمرنا الذين يتولون هذا، ونحن من ورائهم ونقدر، ولكنهم أيضا سعادة الوالي وسعادة الحاكم وسعادة العمدة هم الذين على الحقيقة سيستلمون هذا، ونحن نثمن الجهود التي يبذلونها في استقبال ما يأتي. أما بالنسبة لهذه الهدية المقدمة من طرف المملكة العربية السعودية، فما هذه بأول هدية تقدم للشعب الموريتاني من المملكة العربية السعودية على ممر التاريخ، وخصوصا على عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان. فما هذه الهدية المتمثلة بما سمعت عن 10,000 ذبيحة من الأضاحي والهدايا للشعب الموريتاني إلا نموذج من النماذج التي قد سبقت، والنماذج التي ستأتي إن شاء الله. وقد سمعتم بشارة سعادة السفير بأن إن شاء الله الخير قادم دعما لهذا الشعب وللأحياء في البلد. فالحقيقة أن هذا من المملكة العربية السعودية، وخصوصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ينطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نسأل الله أن يتقبل منا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صالح الأعمال، وأن يجعل ما يقدمانه من خير في ميزان حسناتهم، وأن يبارك في شهود سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يكلل جهوده الساعية الرامية إلى كل ما يخدم مصلحة هذا البلد ويخدم مصلحة المملكة العربية السعودية. كما نسأل بالمناسبة التوفيق والتسديد لسعادة سفيرنا في المملكة العربية التي أثلجت صدورنا أن عين في المملكة لما نعلم فيه شخصيا من كفاءة ليمثل بلدنا هناك. فهذا شيء نشكره لله تعالى، ونسأل الله له التسديد والتوفيق. كما نسأل لولاة أمورنا أن يبارك في جهودهم وأن يسدد خطاهم من الوالي إلى الحاكم إلى العمدة إلى كل العاملين معهم، كل باسمه وجميله واسمه. فبارك الله للجميع وشكر الله للجميع وتقبل من الجميع صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا ننسى أن نشكر ورب مؤخر رتبة التقديم البعثة التي قدمت من المملكة العربية السعودية لتوصل إلينا هذا، فهم في المقدمة في الحقيقة، والمعذرة أننا ما ذكرناهم في الطليعة. نسأل الله أن يكتب خطاهم ويشكر مساعيهم وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم، والشكر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اختتام هذا الحفل اليوم، تسليم 10,000 ذبيحة هدية للشعب الموريتاني للفقراء في هذا الوطن، يشرف عليه سفير خادم الحرمين الشريفين. وطبعا حضر مفتي الجمهورية فضيلة الشيخ أحمد ولا مرابط، والسفير الجمهورية الرسالة الموريتانية في المملكة العربية السعودية مختار الداهي. إذا
اختتم هذا الحفل بحضور طبعا ممثلين ممثلين مؤسسة الأضاحي المملكة العربية السعودية، محمد بن سليمان ومحمد بن إبراهيم. وطبعا ترأس الحفل السفير خادم الحرمين الدكتور عبد العزيز عبد الله الغابي. هذا ابراهيم، هذا ابراهيم بس الورقه عشان قلت السفير.